الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة الثامنة بوبت هشته دفن الميت در بولاي وشرطنا مريا وصفة القبر هر وصكاد قبر يتشوابيد وما يسن فيه وكتش سنة بو قبر بيتكرن. قلت ويسن أن يعمق القبر سنة قبر باش بهتا كير كرن، وأن يوسع ويبرفره بيتن، وأن يلحد له فيه وبرقرك بوتدا تشيكن. لحد شيء قلت وهو أبيا أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. أبيا الرخي قبر كورك جدا چيكن، يعني قبر ده جور ده بنخاره حتى خاره وشني الرخه كي وجي ده بو رخه كور كن کو مريب كن تو ده براب دنا بر قبر هم بخاد خالي منده وبلو دنا قبله. فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق. قلت أجر نشان لحد بكن قلت شنينها أو شاقي بكن. شق شيء قلت وهو أن يحفر للميت في وسط القبر. أفيا قبر بيتا كيركرن حتى بنشني بنجي شاقا كير نيوه كي تشيكن كو مريب كانت ويريدا فيقوي بلوكات داننا وكي شاقا كيرتين بلوكات دانن مري راخ وراخ دانا تدا برد دانا قبله. لكن اللحد أفضل، بس لحد شيء ترقل لقوله صلى الله عليه وسلم جبل قلنا بغنبري عليه الصلاة والسلام اللحد لنا، يعني اللحد بمية أم لحد بكارتنا، والشق لغيرنا، والشق بغير مية يعني غيري بصرمانة. بس قلت راستا لحد باشتر بالشق جهرية درسته وطيبتي لقابل اش آخي فرقه. اگر آخ شدیایی بیتن هنگی لحد باشتره و اگر تو بر گورجی لیچه که و صرخ و رخ بکولجی سریدانه دخاره هنگی لحد شدره. اما اگر هاتو آخا سست و خاف بیتن اگر تا رخ کولج احتمال ده سرید دخار نده شقی که قلت ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن. قلت دمري دانت لحداوي دا دانت برگوری دا السر رخوي راسته مستقبل القبلة برود القبلة بتن. وتسد فتحة اللحد باللبن والطين. وقلت أبلوكا وآخي دي أبي درجه ذي برقورة هنه جرن ثم يهال عليه التراب باشي دي آخي خالي كنسر. ويرفع القبر على الأرض عن الأرض قدر شبر مسمنا. قلتي أي على هيئة السنامي. وقلت قبر اشعر ديئة بلند كرن وكي دينجي بشتا حيشتركا چند بلندش بشتا ويقول هندش عر ديئة بلند كرن بوسطاكي لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. چونكي اف چنده هنه ثابت بوي کو قبر پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام یوصابو و یه دو حوال توجی. قلتي ليعلم أنه قبر بوچوالي بكن دي بلند كان شعرده دا بيتا زانين أفا قبره فلا يهان بجدانه دا كيم كرن خليك بيلي ندانيتن. ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته. قلت شتي دانينا هندي برا يعني هندي بلوكا دان نرخيتوه دبزان قبل حتى فيديا يعني ايش فترنايتا. ويحرم البناء على القبور حرام آواكرنا لسر قبرا وتجصيصها عرصا جيجكرنا وانا والجلوس عليها ورنشتنا لسروانا هذا هميت حراما. كما يكره الكتابة عليها وهرصا مكروها نيباشا نفسين سر قبري سر كيلي بيتا شكرا إلا بقدر الحاجة للإعلام. قلت أجر
بوها وجيب تنه سر بنویسن چه دانینا للإعلام براجهاندنه يعني ده راب جهينن كو أبا قبر فلان كسيه ناوه و بابه و چكن بودمانه تدهيه لحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام نهی کرد ان یجصص القبر کو قبر بیت گیج کرن و ان یقعد علیه آنجیل سر برین خاله و ان یبنى علیه آنجیل سر بیت آوا کرن زاد الترمذی امام الترمذی زیادت کرد بشتن و ان یکتب علیها و هر اصلا نهی کرد کل سر بیت نویسینجی ولأن هذا من وسائل الشرك چونك أبا الشريكة الشركية والتعلق بالأضرحة وجردان بقبرها مروف ده جردان فان قبر تبا ده اهتمام ده تعظيم كده مظن لكتن قلت وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به قلت أبا ده ولی ادماهی که ده جهل ببسر داشتن و ده بفعنا جردان اگر الفکت بزن قبل جیت دعای جنه که بس وقتی تگرای مازن کرد آواهیل سر چه کرد شعر و آخفتن سر نویسین یه جاهل ده بیشتر نوادی یا گرنگی که خواهی احتمال دعای کردن قلتی و يحرم أيضا إسراج القبور حواس حرام چرا يبدان نسر قبره أي إضاءتها رنكر نوانا وكي فيقافي تبدا چرا که بدان یویر روناهیه که همه هر روم بیتن لما فيه من التشبه بالكفار چونکی وچنده هنه جابله کرنا کافره یا دیده هی و اضاعت المال و هراسا پیچ کرنا مالی جیه چرا وان شمال که همیال ویره بهری هل البته مالی پیچ کرد آنجی همه که هلا بلویره بردام یا روم بیتن مصرف کرنا کاره به فایده اما اگر تنه بو وشارتنه هر کنده جهه بید خواب بینن آنجی برسنگی خواب بین چه اشکال تدن نبه قوتي وبناء المساجد عليها هروسا يا حرام مزجفت السر قبري بيت آوا كرن والصلاة عندها أو إليها أنجي نفيج الدف بكن ينجي البريب كان يعني الدف قبلوت نفيج بكي برغبة ينجي قبر برسنجي تبيت أبا هردو درسنين لقوله صلى الله عليه وسلم جبال قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى لعنة تدخل جيو فلابن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أوانا قبر پیغمبر تخكرنا مزگفت إذا أكر مزگفت سرهات أفاكرن شرعا فيت أو مزگفت فيتا خراب كرن وأجر قبر مزگفت ده هاتا كولان هنجي ويك شريعتي ده فيت بيتا هل كولان و بيتا نقل كرن شويده و هر واسا نویجی اگر نویجا جنازه بیتن درست لف مخبری بیتا کرن آنجی ایکی هاتی بشارتن نویج هنده گاله نکرد چیم بین سر قبره و لبکن اگر لینه حال بیتا کرن گوتی او درسته اما نویج عیشه تا نکرد نف مخبری بکی حدود مخبری تا مغرب نکرد او ناچه بیتن و تحرم إهانتها بالمشي عليها وقد حرام أف قبرها نبتا كيم كرن بونمونة السر غيبا بشي أو وطئها بالنعال أو نعال خبدان يسر بيت خبدان يسر قصد ضوي أبيان أو الجلوس عليها ينجي تشرين يخاري وغير ذلك وشبري فانجي اشوان تشد كود بنا أجر مروف قبري كيم بكت حراما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة قلت أجل إيكش هول سر بلك يريني داخله فتحرق ثيابه بجاء بلها جلد كتويب صوجيتا فتخلص إلى جلده بجاء حتى جهيت تجرموي وجرموي جيب صوجيت خير من أن يجلس على قبر بويجري باشترش هندك أو سر قبلك يريني داخله ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبور ورسج بر نهي پیغمبری صلى الله عليه وسلم كو نهي كريم مروف بيل قبر بدانيتا ويستحب عند الفراغ من الدفن
الدعاء للميت سنة وقت كش وشرطن خلاص بن دعاء بمري بنكرن لفعله صلى الله عليه وسلم بذكر يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو بخيا وكره فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت پیغمبر عليه الصلاة والسلام أجرش وشرطنا مري خلاص ببا وقف عليه در سر قبر راوستتا وقالوا دا بشن استغفروا لأخيكم دا خاز غفراندنا گناه بو برای خوابکن واسألوا له التثبيت ودعاية خراجرتن بو بكن فإنه الآن يسأل چونكي نوكا بسيار يجدنا كرم وأما قراءة الفاتحة قلت أما نسبة خاندنا فاتحة أو شيء من القرآن آن هندكش قرآن تبخين بجد سورة ياسين بيتن غيري بيتن عند القبر الدف قبري فإنه بدعة منكرة أبا بدعاك نياباشا ويدخلته لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام چونكي نبي غنبري عليه الصلاة والسلام نصحابي أبا نكريا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أو كسكالك بكتا ليس عليه أمرنا كريا روي أمر مرسر نبيت فهو رد أو دل سروية تزغراندن. المسألة التاسعة مسألة نهي أخيرة التعزية درباري تازية حكمها كان حكم ويتشيا وكيفيتها وكاتشوا تازيدة تجيران قلت والتعزية تعزية أفيا بناسوي هي تسلية المصاب أفيا تدلك الدل ويبدأ مصيبة السريحاتي وتقويته وتويبهز بخي على تحمل مصيبته السرهندك أو خالبر مصيبة خبجرتا فتذكر له الأدعية تبحث دعاء بكي والأذكار الواردة وبحثوان ذكر بك أفتهات في فضيلة الصبر والاحتساب سر خير الصبر وبخب خير حسب كرنه يعني تدبو بحث ذكر كيد بفلان دعاء باشا فلان ذكر بك. وتشرع تعزية أهل الميت ويدرست مروف سرخاشي مروفة مدي بكت شو سرخاشي لكي بما يخفف عنهم من مصابهم ابتشكي وصل كتب ظانا بدي مصيبات وانا سهل كتن ويحملهم على الرضا والصبر ودهر وصا والوانا كتن كنت غاضبا في مصيبته وبين خفرها بكن تدي فتشتبيجي يكو والوانا بكت او الصبر كيشو بين فرهبن بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه او ديوان تشتبيجتت وبيغنبري قوتين عليه الصلاة والسلام اگر بزانت كيف مروفوان تشتبه بيغنبري قوتين صلى الله عليه وسلم بزانت ديوان بيشته ويستحضره اگر بيلاوبن وإلا بأجر نزانت أنجل بيرنبن فبما تيسر له من الكلام الحسن ده وانا خفنا جوان بيشته دنا أسر دفيو الذي يحقق الغرض أو أخفنت كوصا بشن في ألمان جهبين ولا يخالف الشرع بل أخفنت وصلنا بنكو مخالف شريعتي بي. فعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت أسامة بشتم دفع عن بن عليه الصلاة والسلام فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره قلت إيكش كسيتوي هنا تبديت پیغمبر را عليه الصلاة والسلام پیغمبر گازید کرد و بود گوت ان صبيا لها کو بچیکه کیوی او ابنا لها ان کرا کیوی في الموت يلبر مرنه يعني هنده خلاص ده رح سرداشت خاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي ارجع إليها قوت قصد بها هرب زفرة دفوفة فأخبرها وبجوي أن لله ما أخذ أو تشتي خده ببت يوية وله ما أعطى أو تشتي بدرجي هرش لا يوية وكل شيء عنده بأجل مسمى وهامين تشتاجي الدفوي وقتك ديار كريه هي فمرها بجاء أمر بك فلتصبر بلا صبر بكشتن ولتحتسب وبخاب خير حسابك. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية وتأبا جوانترين وان بيفايت كوهاتين تازيدا تبيجي أم يتخدينا تشتي خده في دبت يبدت يوية همي تشتد في خضان وقتك ديار كرينا صبر بخاب كيشة وبخاب خير حسابك في مصيبته. وينبغي عند العزاء قود أفيا بدفيا الوقت تازية به تكرن
تجنب بعض الأمور تخش هندك كارا بداية باش التي انتشرت بين الناس يدكو بلاغا بوين في خلتك دا وليس لها أصل في الشرع والشريعة دوتش أصل بنينا منها إكشوانا الاجتماع للتعزية كم بنا بوتازي في مكان خاص كجاكي تايبت كري ببدان وكيف قاوي قاعد تازية بجلب الكراسي بولو منا كرسي كبدان نويري السر رنن والإضاءة ينجي رناهير ويري آمادكن دا شافيجي بشين بريفبن والقراء وخاندفات قرآن جيبينن الفيكم بنا هذا فيجا قرآن بخينن أبا هاتش أصل الشريعة دا بونينا يدوي عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت قلت رأسه شوان مخالفات أبايا كو خارم بيتا تشيكرن شراخي مالا مريب خواه أبا مخالف سنته لضيافة الواردين للعزاء دا ميفانداريا وان كسب ريفبا يدكو هاتي نتازي لحديث جرير البجلي رضي الله عنه قال شو الحديث جرير الكوري عبد الله البجلي قلتي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعته الطعام بعد دفنه من النياحة دفتري صنيعته يا صنيعته أنا ها زيدان قلت ما كم بنا الدفق مال عمري يعني جهة كتابات ديار كان بكم بنا وتشكرنا خارنه وصنيعة الطعام بعد دفنه بشتي فشرتناوي من النياحة مش نياحة حسابت كر طبعا نياحة بيقوتنو خضاضانا بس قلتي او عقوبة بو نياحة هاي ما حساب كر افاجي جولا كيوية كنت تكون بابا السلفش عندها طبعا هذا وكيف قولي سر هاي إمام الألباني صحيحيت وأبواتي وقوسنش عبد الله يقول مسعود جي إمام الألباني ويجي صحيحيت بس عندك علماء ضعيفة كان يعني أبدكو مثلا كون بينا بوتاز يدان خلت أفكم بينا هني دفوانا دلوان أبيع أثر هني وطبعا إمام الألباني صحيحيت أجر يا ضعيف بيتن شدل الدين كون بينا بوتازي يا حرام بيتن كون بينا بوتازي يا حرام بيت بس خارن شيء كان شرخ مالا مريفة بو ميفانا أبا صريحي مخالف سنته پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت اصنعوا لآل جعفر طعاما بو مالا جعفري خارن شيء كان فإنه أتاهم ما يشغلهم چونكي تسيب سلوانا دهاتي المجيل كري معناه خلد بو مالا مري شيء كان دورو بر نكو مالا مري بخوا دبو خلقه شيء كان اگر به شکل هنه به مخالفه بس وای کم بین جنا درسته کم بین جهه تایبت کری دیار کری نه درسته جبر في اثر هنه وهي صحيحه بس او كسر ضعيفه طبعا او درست بان يوسي باش بلند از متى دبزانه بابت عند خلاف السلهيد في المساله ده كهندك اهل علم أفي أثر هني ضعيفة كان وأجل ضعيف بيتش دليل نامنا بو ريجري كرنا البيتش عنده هني ياسي قدي تكرار التعزية دبارة كرنا تازية فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم وتنجس خالك ديتنا دف مولا مري هترج جارك ودي سرخشيري كان والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة قلت أصل أفاد تازي أي جار بدا ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر قلت بس كما رمتت دبارت شعوية دا بيروان خده بنا دا أمريان صبر بكا يرضى بقضاء الله وقدره ودا راضي بقضاء خده وقدروي فلا بأس وتنجيش تدنى تدجاب شو سجاجي بكا وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد قلت أجر دبارة كرنتا شونتا ويلا دبارة بوفي مرامنا بيت فلا ينبغي يعني هوجنا كتنقول لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم چونك أفشندهش پیغمبر عليه الصلاة والسلام ثابت نبيه وأصحابه وصحابيته والسنة أن يعمل أقرباء الميت
وجيرانه لأهل الميت طعاما. قل سنة أفيا نزيكت مري يعني كان مالا مري بخوانا بس دور برد مالا مري وجيرانت وانا بوانا خالنا چكن بوانا خالنا چكن لقوله صلى الله عليه وسلم جبال قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما بو مال جعفري خالنا چكن فقد أتاهم أمر يشغلهم چونك كارك بسروانا دهاتي خاله أو مجيل كدي أو أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به. أما جري السرمري تسمري خبكي جري آن جيب خمتي في سرمري خوا قد أجداز داي فلا بأس به قد شنينه. ويحصل في الغالب قد بلا بتريف شهر ردت تنشي خمنا كبا ونكا يجري وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. وقد أفا أوى ياكو هم الطبيعة مروف بخط تسر أزمان مروف وسر أزرى مروف بيت بخا والخبكي. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات. پیغمبر عليه الصلاة والسلام سر كورخ إبراهيم كده يجري وقت مري وقال إن العين تدمع قلت تشاف رندقات بارين والقلب يحزن والدل بخمت كبد ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وقلت أمشنا بشنش بلي أوك رب ما برازي بيتم لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي. قلت بس شنا بيتن وقتك تتكاجري أنت بخمت كبي السر في أن يتبت كتخ عاجز بكاي غازنداش خده بكاي أفنا بيتن. قلت ويحرم الندب أفا يحرام بيقوتن والنياحة يعني تببيجي فهذا نزيجي يكن معناه يتوانا بس الفيلم الندب تخلكي غزيب كيكو بين ببيجن والنياحة تبخجي ببيجن. وضرب الخدود يعني لامت خاب داي عم بيجينا نافشوفت خاب داي ريه خاب داي دانيا نافشوفت خاب. وشق الجيوب ودراندنا برسنجا أبا هميت حراما لقوله صلى الله عليه وسلم اجبال قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود نشميا أودكو الدان الريد خوا وشق الجيوب وسنجد خوا برسنجد خوا درين ودعا بدعوى الجاهلية وقوتنا دبيشن أو قوتنا توقو الجاهلية تهاتنا قوتن كقوله وكي قوتنا تبجي يا ويلاه وي بوتبيت يعني وي خالب سلم وربيت وي يا ثبوراه يعني وي أمشناف بتشين وما أشبه ذلك وقلت نتصى أبدخلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم جبل قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتوب قلت أواكو بيجيتن أكتها بنكت قبل موتها بري مرناخوا تقام يوم القيامة رجع قيامة دئت راكرا وعليها سربال من قطران قلت السروي سربالك هاي جلكك هاي اش قاطراني قاطران جي جولك مادية جليزي اجر برد بيته ودرع من جرب وقلتي درع يلبر يعني وكي عباكي يلبر من جرب اش جربه. طبعا جرب نسخيك وبرنيوسا هندك كل كنا السر جلد انساني بيداد بن وجلك تخورية بجا اف عباية هاجي لشي بيدن كولا شيوان شرحاتي اخوة نبيت ادقال هندجي دقيت السلطان نوفان جلكت هنين نخش دا والحمد لله رب العالمين.